بسم الله وما شاء الله. فراخ 2024 16 ماي 2024. ما شاء الله ربي يبارك. السلعة المعصة بأربعة. بسم الله وما شاء الله. أول زوز فروغ في 2023 هبطوا اليوم، يعني يكون عمارهم حكاية 15 يوم هكاك. شاتلة بأربعة حر. بسم الله وما شاء الله. أول زوز فروخ 2023 بأربعة حر. عم هبطوا اليوم العش، يكون عمرهم 15 يوم هكاك. بسم الله وما شاء الله. بسم الله وما شاء الله. أول فارخ في 2023. إن شاء الله القادم أفضل. فارخ بأربعة حر. هبط من العش، عنده عنده سويعات، يكون عمره 15 يوم هكاك. بسم الله وما شاء الله. بسم الله وما شاء الله. أول فارخ في 2023 بأربعة. عمره 15 يوم هكاك. هبط من العش. بسم الله وما شاء الله. أخوكم هيثم غربي من تونس. بسم الله وما شاء الله. ماي 2023. ربي يرزق كل مشتهي إن شاء الله، كل مغروم. بسم الله وما شاء الله. فراخ 2023. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. يعني فراخ 2023 الحمد لله. يعني كل عام لتكون الإنتاج وفير. السنة ثم شوي تأخير، لكن الحمد لله كما العادة ننشف المقنين باش نحافظوا عليه، خاصة أنه انقرض في بلدان شمال أفريقيا كما تونس والجزائر. هذا مفروخ 2023، وإن شاء الله القادم أفضل. هذه البداية ومازال. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما كل عادة عندها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. هذا أول فروخ بتاع مقنين 2023 كما العادة. يعني
ننتجو في المقنين باش نحافظوا عليه على الأقل ما ينقرضش، سيرتو خاصة في سيدي بوزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خوكم هيثم من تونس. كما تشوفوا عش جديد يعني فيه 3 فروخ مقنين. ان شاء الله ربي يبارك ويزيد. كما العادة عندها زراعة الشوك موجودة. هذيك الزراعة عندها البرانسيبال اللي نستعملها في السيزون في وقت الفروخ. بسم الله وتبارك الله. والسلام عليكم ورحمة الله.